في مرة شركة اسمها نقطة نور قررت تصنع عربية الأول من نوعها مختلفة عن كل العربيات اللي موجودة في الوقت ده، فنزلتها السوق. ولأنها أول مرة تنزل كان لازم شركة نقطة نور تنزل كتالوج ليها زي بتاع الغسالة بالظبط. المهم يا عم الناس إن ده فعلا حصل، وكان في تعليمات كتير جدا من الشركة بخصوص العربية واللي بيها نضمن إن العربية تعيش فترة كبيرة بأقل صيانة وأقل تكلفة وراحة. لكن للأسف إحنا كبشر بنحب نفتكس، يعني مثلا أقصى سرعة العربية على ما أتذكر كان 200 كيلومتر لكل ساعة، لكن ده ما عجبش واحد من السواقين وحب إنه يزود عن كده. فاللي حصل للأسف إن الموتور ضرب منه والعربية انقلبت والشخص مات. ولما فريق من شركة نقطة نور عندنا نزل عشان يحقق في الحادثة، عرف إن السبب إن السواق ما يمشيش ورا التعليمات اللي الشركة حطاها، وحب يحط تعليمات من نسيج خياله عشان يرضي روح سوبرمان اللي جواه. فالنتيجة كانت كارثية وانتهت بموته. أهو ده مثال بسيط بينطبق علينا كبشر، ولله المثل الأعلى. ربنا خلقنا وحط لينا قواعد نمشي عليها عشان نعيش بسلام وصحة ونوصل لنهاية المطاف بسلام ونخش الجنة. لكن الشيطان بيجي لينا ويوشوش في ودننا إنه لازم نتخطى القواعد دي عشان نعيش بسعادة وحرية وننطلق. لكن الحكاية والله العظيم ما هي كده. في حكاية العربية لما السواق حب يتخطى التعليمات كانت النتيجة غير مرضية، كانت كارثية وانتهت بموته. وكذلك اللي احنا فيه، كل مرة بنعصي فيها ربنا ونفتكر ان احنا احرار بيكون الموضوع عكس المتوقع وبنقرب لنتائج كارثية اكتر. خلينا افكرك، فاكر العلاقة المحرمة اللي كنا بنقول عليها ارتباط لما كنت بتتواصل مع بنت تحت مسمى الحب، لكن في النهاية الموضوع انتهى بكسر قلب طرف من الطرفين او تهديدات وصور وحاجات والله صعب نقولها. طب سيبك من ده، طب فاكر الافلام الاباحية اللي بتتفرج عليها ومش بتغض بصرك وللاسف النهاية انتهت بمرض مزمن ليك او فشل وضياع؟ طب فاكر السجاير اللي كنت بتحس انك حر وانت بتشربها وبتخفف عنك، لكن النهاية كانت كانسر دمر حياتك ودمرك؟ طب سيبك من كل ده، طب فاكرة المرة اللي قررت فيها تلبسي زي البنات بناطيل ولبس ضيق وواصف جسمك وسمعت بودنك او حتى وصل لك كلام ان الناس بتقول عليكي كلام وحش جدا او حاجات تانية مش هقولها عشان لو في حد من الشباب الصغير بيسمعنا؟ والامثلة كتير، بس دايما البداية واحدة والنهاية واحدة. البدايات التي لا ترضي الله نهايتها والله لن ترضي صاحبها. عمرك ما هتحس بطعم الحياة ولا السعادة ولا الحرية ولا الراحة غير لما تبعد عن المعاصي والذنوب. فامشي ورا القواعد اللي ربنا حطها عشان تعيش بحرية بجد وسعادة وراحة دائمة. سلام يا صاحبي. استنى ما تمشيش، نسيت اقولك على الفقرات اللي بننزلها يوميا على صفحتنا على الفيس، اوعى تفوتك، مليانة كنوز. يلا سلام.